صالحه وتنقيزه من العيون المحتله. اللي يتكلم عنه حادث وقع عنه استهداف من طرف سلطات الاحتلال المغربي رفقة المناضلة والرفيقة محفوظة الفقير ليلة 16 مارس 2025 بشارع السمار بمدينة العيون المحتلة. كنا أنا وهي ماشيات متواطيات إلين تعرضت لنا سلطات الاحتلال، استفزتنا بشي من الكلام واعتداوا علينا اعتداء عنيف، كان استهداف مباشر. قصدوا أماكن حساسة، استهدفوا محفوظة في أماكن حساسة وخلق لها نوع ياسر من التعنيف والضرب المبرح، وكذلك بدوري اعتداوا علي بشكل عنيف ونوع من السحل والكلام النابي والسب والشتم والرفص إلى آخره من المعاملة السيئة. هذا استهداف كان يعني مخطط له، واستهدفونا بشكل مباشر أمام المارة وكبوا علينا الماء باش من الماء كبوهم علينا لين راغنونا كاملين. قبضوا بصاراتي هرسوهم، راهم ذهماتي مطروحات في زرين مكسورات. ومن هذا الاستهداف وهذا التعنيف خلق لنا من طرف جلادي الاحتلال سيارتين تابعات للاحتلال فيهم الجلادين الملقب بولد التحيم ومحسن السرغيني. نحن اليوم ندوا بهذا الاستهداف اللي عادوا يعدلوا في يختطفوا الشباب كيف اللي وقع للزميل والرفيق بريك باهي السابق ذا الحدث بيام، وخلق لرفاقنا يوم وقفة 25 فبراير 2025. هذا ندوا به نستنكروه ونقولوا لسلطات الاحتلال على انه ما يخسر علينا شيء، بالعكس هذا يزيدنا الصمود وعزيمه وقوه واراده وتقدم الى الامام.